واخيرا بعد غياب عايزه اقول لكم تعبانه جدا بقالي فتره، يعني بقالي اسبوعين تعبانه جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم دور وحش قوي 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 قوي. بجد والله العظيم ما كنتش بطبخ، ما كنتش بعمل اي حاجه خالص. النهارده بقى فوجئت لقيت جوزي بقى جايب لي كرنب كده والله العظيم. بيقول لي خلاص احنا عايزين بقى ناكل اكله حلوه كده، ويعمل لنا بقى محشي بقى وبط وحاجات من دي. عايزه اقول لكم والله العظيم لسه تعبانه والله العظيم، بس قلت بقى ان انا ايه، يعني بقالي كتير ما عملتش اكل. بقالي كتير ما فرحتهمش بقى، ما عملت لهمش وما طبختش والكلام ده. كنت بعمل حاجات ايه، شوربه بقى، وانتوا فاهمين الاكل العيانين ده. هو ده الاكل العيانين اللي انا كنت بعمله. فقلت بقى لا خلاص النهارده بقى، قلت ايه يعني افرج عليهم النهارده كده واعمل لهم محشي وكده. بص بقى الكرنب بصراحه يعني، جوزي كان جايب كرنب حلو قوي قوي قوي. مش عارفه كان جايبه منين بصراحه. انا هنا بقى بفرد الورق كده، يعني بصراحة الورق معايا كان يعني سلس كده بيتفرد. التانية بقى اللي كانت ايه مكبوسة شوية، فسبتها قورتها كده زي ما انتم شايفين. شلت بس الورق الاصفر اللي حوالينها ده. وطبعا حاطة هنا، كنت حاطة مية تغلي طبعا. يعني بصوا يوم المحشي ده بصراحة بيبقى يوم غلبة، حتى لو انت يعني بصي ما وراكيش، بيبقى يوم غلبة بصراحة. تمام. آه خلاص كده بص قورتها هون. هقورها كده من النص بقى كده واسيبها لان هي ايه مكبوسه شويه. اهو بس بشيل بقى الايه اللي كل اللي حواليها ده. وحاطه هنا بقى ميه تغلي في حاجه كبيره كده. وحطيت ملح وكمون. ملح وكمون ماشي بس كده. الميه بقى بتغلي. طبق ده على فكره استانلس عادي، يعني ممكن يتحط على البوتاجاز عادي. انتوا فاهمين يعني، اصل في ناس كتيره سالتني طب الطبق يتحرق وكده، لا ما بيتحرقش. بحط بقى هنا الورق الاخضر الاول، وبعد كده ايه بحط بقى الورق. يعني براحتكم بقى انتوا فاهمين، بس السلق مدة السلق بالظبط بالظبط دقيقتين، يعني دقيقتين وتطلعي تمام. ما بيقعدش اكتر من كده. تمام عشان ايه، انا بحب الورق كمان يكون في نسبة كده ايه، يعني لسه برضو حاجة، يعني عشان برضو هو بيستوي على البخار انتوا فاهمين. بتطلعيه برضو لسه ايه ني شوية، عشان لسه بيستوي على البخار برضو. البخار برضو يعني ايه بيسويه شوية. تمام بس كده هبتدي ان انا ايه اعمل بقى الكمية كلها كده مع نفسي بقى كده مع نفسيتي واطلع. انا بس بوريكم بس اول ايه اول طلعتين بس كده، علشان في ناس كتيرة قوي بتقولي طب انتي بتسلقي مدة قد ايه والكلام ده عشان بيتهري مننا. بصوا بقى هنعمل بقى الخلطة. جبت زيت على طبعا بصل وفصين توم فرمتهم في الكبة. تمام. وهبتدي بقى ان انا ايه اعمل التانية بقى. بص بقى حطيتها على وشها الاول دقيقتين تلاتة. تمام. وبعد كده ايه قلبتها بقى، وبقيت ان انا افرغ منها الورق بقى بكل سهولة. الورق اهو بيخرج منها بكل سهولة اهو. بتفردي بقى الورق منها بكل سهولة، وبعد كده ايه بتطلعي عادي. تمام اهو بطلعه اهو. طبعا هعمل نفس بقى الكمية واروح اشوف الخلطة. طبعا البصل ما بيتحمرش. تمام. هبتدي انزل على طول بعصير الطماطم. وانا كان عندي هنا صلصة اصلا كانت مبقية من الفريزر، طلعتها برضو والله العظيم اهي. وحطيت بقى البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا. سكر طبعا عشان الحموضة بتاعة الطماطم، تعدل الحموضة بتاعة الطماطم. حطي بقى يعني ممكن تحطي شطة، ممكن تحطي اللي انت عايزاه. تمام. اعذريني على صوتي لاني انا لسه تعبانة. تمام انا لسه تعبانة يعني. اعمل لكم الفيديو والله العظيم وانا تعبانة. طبعا حطيت بقى هنا كل البهارات اللي انا حطيتها، وسبتها قلبتها وسبتها بقى تسبك مع نفسها. عبال ما اتسبكت بصراحة انا قطعت الورق. والورق يعني مش محتاج، انا حطيت واحدة مرقة دجاج هنا. تمام. والورق مش محتاج يعني. قطعته وقمت ايه بقى ايه، قلت اسلق بقى البط انا كنت متبلاه يا جماعه. تتبيله البط عندي انا بجيب بصلايه وطماطمايه. بجيب طبعا الملح بقى والفلفل والبهارات اللي عندي وخل وليمون انتوا فاهمين. بقوم ضربهم كلهم في الخلاط، واقوم ايه غسله البط كويس جدا جدا ومتبله بقى البط. يقعد بقى ساعه ساعتين تلاتة كده. عايزه اقول لكم مفيش اي ريحه زفاره، مفيش اي ريحه اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم تحفه، الشوربه بتبقى تحفه. طعم اللحم بتاع ذات نفسه بيبقى طعمه كده حلو قوي مسكر يعني.
جبت معلقه سمنه كده شوحته فيها، وبصلايه وطماطمايه وجزرايه، ورق لوري وحبهان بقى وفلفل اسمر، يعني براحتك بقى البهارات الشوربه بتاعتك. تمام. بس هبتدي ان انا برضو ان انا ايه بقلبه كده بالحله بشوحه يعني في بعضه. وبس هبتدي بقى انزل بقى بالورق اللوري. بصراحه كان الحبهان عندي خلص بصراحه يعني، ما حطيتش حبهان. هسيبه بقى يتشوح كده شويه، يتشلوح ماشي 3 دقايق كده ولا حاجه، عبال ما اكون ايه الميه غليت. الميه طبعا غليت في الكتل، قمت ايه منزله طبعا الميه. تمام بس كده. هديله تقليبتين واسيبه بقى على نار عاليه. لو في ريمه بتطلعيها، لو ما فيش، هي اصلا ما طلعتش ريمه الحمد لله، يعني البط بتاعي اصلا ما طلعش ريمه والله العظيم. سبته كده يغلي غلوتين، وبعد كده ايه وطيت عليه النار بقى يستوي مع نفسه. هنا الرز بتاعي غسلاه كيلو الا ربع رز، ونزلت بقى بالصلصه بتاعتي بعد ما اتسبكت. المحشي الكرنب لازم الخلطه تبقى حمرا قوي قوي قوي. تمام. الخلطه عندي احدقت شويه، فظبطتها في الشوربه ما تقلقوش يعني لو انا بصراحه يعني لسه برضو حاسه الذوق عندي ما رجعتش قوي، فمش ضايقه اي حاجه. بصوا هنا بقى زودت هنا ميه مغليه برضو هنا على البط، وابتديت بقى ان انا احشي. بصوا بقى، في ناس كتيره قوي قوي بتسالني في فيديو اللي هو بتاع تسويه محشي الكرنب، اللي هو كان بصراحه يعني هو ضارب معايا ما شاء الله. آه، ف فبتقولي طب انتي ازاي بتسويه وبيطلع النص مستوي والكلام ده. هقول لكم بصوا، انا طبعا هنا بحشي هو عادي تمام، في اتجاه واحد. المحشية دي كلتها عادي مش مشكلة تمام، في اتجاه واحد هبتدي بقى ان انا احشي. اقول لكم بقى ازاي بتحشي بقى المحشي عشان ما الشوربه تدخل جواه كده ويستوي كله، والنص يستوي والحرف وكله يستوي، انتوا فاهمين؟ انا كده خلاص حشيت اهون الرصه الاولانيه. تمام. الرصه الاولانيه كده تمام خلصت اهو. هبتدي بقى ان انا احشي العكس عكاس، انتوا فاهمين؟ يعني شوفوا شايفين الصباع عامل ازاي، هبتدي ان انا احشي العكس كده اهو. العكس كده بقى، هتبتدي انك انت تحشي كده وهكذا لحد ما تخلصي اهو. بصوا اهو، حشيت العكس اهون. وهبتدي بقى ان انا ايه احشي مع نفسي واوريكم بقى في الاخر اهو. يعني انا بحشي كده عكس عكاس كده عشان الشوربه تتخلله كده انا عملت حلتين، حله للنهارده وحله لبكره بصراحه، يعني حسيت ان الكميه كبيره علينا شويه فعملت حلتين. هنا بقى الشوربه برضو كانت لسه بقى معايا، انا مهديه النار عليها خالص. البط بيستوي على نار هاديه خالص بقى، عبال ما حشيت بصراحه وكان كله تمام. قمت ايه بقى مولعه على المحشي كده. يا سلام على المحشي الكرنب بشوربه البط، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يعني حاجه كده تحفه. بصوا بقى هبتدي ان انا إيه الشوربه تبقى شايفاها من اخر صف من تحت. تمام. مش من اخر صف خالص، لا، قبل الاخير كده. انا بشيل الدسم اللي على البطه كده بحطه على المحشي. وبعد كده بقى بجيب معلقتين صلصه من اللي انا كنت متبقياهم، وهبتدي بقى ايه احط طبق كده يعني عليه كده عشان ايه المحشي هو بيغلي ما يفكش. واقوم معليه عليه النار، واول ما يهدى كده يعني يتشرب، اقوم موطيه عليه النار خالص وشايله الطبق. هنا بحمر لسان عصفور. بحب قوي قوي لما اجي اعمل بط اعمل لسان عصفور، بحب لسان العصفور بالبط ده تحفه. والملوخيه بالبط يا لهوي فظيعه. هنا بحمر لسان عصفور. بصوا بقى، في ناس كتيره بتقولي لسان العصفور عندي بيشرب الشوربه كله او بيتكتل كتله واحده كده. هقول لكم بتحمري عادي يبقى لونه ذهبي كده، بتنزلي عليه شوربه كتير تمام، زي ما انا هنزل عليه كده اول غلوه، وتقومي طافيه بس كده. دقيقتين 3 5 دقايق هيستوي على البخار، وهيبقى تحفة ومفلفل وحاجة تحفة بصراحة. هنا بقى هنحمر البط. جبت طاسة كده بقى وزيت ونحمره عادي. في ناس بتحمره في زبدة، في ناس ممكن تحط عليه معلقتين صلصة من بتوع المحشي دول وتحمروه في الفرن. انتوا احرار بصراحة، يعني انا بحب احمره في الزيت. تمام. احمر بقى البط كده والمحشي بقى بيستوي عندي. المحشي خلاص اوريكم دلوقتي اتشرب، وشلت الطبق ووطيت عليه النار بقى يعني
يقعد نص ساعة كده على نار هادية خالص. عارفين انتوا بتسووا رز؟ هو كده عشان المحشي معاكم من النص يستوي. اهو بصوا، اتشرب خالص، شلت الطبق وقمت موطيه عليه خالص يستوي بقى مع نفسه. عبال ما احمر بقى البط كده واظبط حالي واغسل مواعين واظبط كده، هكون المحشي استوى تمام. اهو البط كمان بحب ان هو يكون متحمر قوي، انتوا فاهمين يعني، انا في ناس بتحبش كده بس انا بحب كده بصراحه يعني، او جوزي كمان وانا وابني وكده بنحب تكون حاجه تكون آه كده. هي كده وخلاص. المحشي استوى خلاص، تحفه. شايفين بقى المحشي؟ والله العظيم يعني عايزه اقول لكم يا ريتكم كنتوا شامين الريحه كانت فظيعه فظيعه. يا لهوي، المحشي في الشتاء ده حاجه يعني. ازاي يا جماعه نسقعه في محشي كرنب في الشتاء؟ والله العظيم فظيع. شايفين بقى الجمال؟ البخار يا لهوي. انا بصراحه يعني لو كلت محشي كرنب من ايدي، انا بصراحه من ايدي في الشتاء ما بزهقش. اهو بص بقى، خلاص نضفت حوالينا كده وجبت بقى الشوربه، شوربه البط التحفه، شوربه لسان عصفور البط تحفه مع البط بقى والمحشي، حاجه كده يعني، اكله كده تحفه. مين لسه ما ضغطش لايك؟ مين لسه ما ضغطش لايك على الفيديو؟ قول لهم يا ياسين اضغطوا لايك. ادخلوا لايك. اضغطوا لايك يا جماعه. ادخلوا لايك يا جماعة. اضغطوا لايك يا جماعه بقى، واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد. ادخلوا ادخلوا لايك يا